مراقبة عليه اعتقد السيد محمد عدنان، رقابة شديدة. عبد الله فتاي، هذه ملعوبة خطيرة، فرصة، نفس اللاعب تقدم وضربة جزاء. حالة طرد كذلك، حالة طرد على نور صبري. ياهي مشكلة وياهو مأزق للمنتخب العراقي الآن. الأمور اليوم صعبة جدا على العراقي، ومنتخب البحرين يلعب مباراة كبيرة، يستفيد ويتقدم، والكرة من عبد الله فتاي للأمام ملعوبة، المرور كان ناجح، العرقلة موجودة، القرار سليم، وضربة جزاء وحالة طرد. يعني هذا اللي قلنا احنا انه يعاني الفريق في خط السيد محمد عدنان يتقدم، جول ثاني للبحرين، هدف بحريني ثاني، هدف بحريني ثاني يسجل من السيد محمود عدنان، السيد محمد عدنان. البحرين تتقدم الآن، وهنا بدأت طبعا قصة الطرد وضربة الجزاء، طرد على نور صبري وضربة جزاء. السيد محمد عدنان يسجل، وبالتالي البحرين تتقدم بهدفين نظيفين.